ده توك توك يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلوج اللي هو بتاع أكنس أو أغسل المنور، بيبقى بالنسبة طبعا بيبقى فيه فيران. ناخده صورة كده. ده الحمام اهو. هنجيب عشان لو فيران أو حاجة، وهنكنس جوه. شايفين؟ طبعا المفروض اني كانت فيه شوية مية نازلين، والمية دي صراحة مكسلة اعمله بقالي كام شهر. تمام اهو. صراحة يعني بعرف اللي انا اعمله، لكن انا كنت ساعات بكب عليه ميه بأومو من فوق. شايفين انتوا اللي هو هقفل ده كده عشان الناموس. تعالى بس كده. الناموس الباب بيتقفل عليه يرجع صوت. هنيجي بقى هنا نكنس. عشان انا هندمج بقى في الكنس وكده مش هعرف. تعالوا بقى نمسك كده. قويني وساعدني يا رب. طبعا خد بالكم البيئة دي اللي هي بتبقى فيها مية دي بتبقى بيئة مناسبة للفطريات والكلام ده. هي البيئة اللي هي المندية دي. تمام. الأول وبعدين أسيحهم. بقالي فترة عايزة أعمله، بكرة بعده مكسلة. وبعدين قلت أعمل فلوج عشان ان انا اجرب نفسي يعني، او اللي انا اشجع نفسي ان انا اعمل. طبعا بعد ما اكنسه ممكن بقى هحط اومو او برسيل اي نوع يعني. بحط ممكن تحطي معاه كلور، بيكنج باودر او بيكنج صودا. طبعا انا افضل ان انا اسمعكم ده ناس من اللي بيبيعوا في البلد ومشهورين، يعني مثلا عم ابراهيم، عم خميس. بس يستحسن ما يكون. انا كنت الاول بحط على ميه بقوم، لقيت ان البيئه اللي هي المنديه دي اللي هي فاهمين ايه، اللي هي الرطبه دي، لا دي بتجيب
لازم يكون جيد التهوية. خلاص كده اهو عشان البيئة الرطبة دي. شايفين؟ بصوا طبعا هو الموضوع بيبقى كبير، يعني مش مجرد تصوير، لا طبعا انا هسيبكم وابتدي انفض كده اهو. نقتله يا جماعة عشان ما يتعذبش. بصوا يا جماعة انا مش مقصرة معانا، بكب من فوق من هنا مية وأومو بس ما بيعملش نتيجة، بالعكس. انا هسيبكم هنا بقى انفض بقى وكده عشان الفيديو ما تقولش، لان مخنوقه بتخانق من الاماكن اللي هي المقفوله دي. اكتشفت ان انا ما كنتش الميه زي ما قلت بتشيل طبقه زي ما انتم شايفين كده. كل الحاجات دي كنت اغسلها فوق. هحاول الطبق دي برضو ان انا فتتها كده اهي. شايفين قرف اللطيف. طبعا انا همسك بقى العصاية دي اغسلها برضه. اكتشفت يا جماعه ان لازم تبقى البيئه مش رطبه، يعني انا كنت رايحه بكب ميه بقوم من فوق وخلاص، لا اكتشفت ان دي بتبقى شايفين بيئه نشطه للناموس وكده. امال ايه الحل؟ ان انا اسيبها من غير ميه، ان انا اكنس البيئه دي بتخلي العفونه والحاجات تمسك فيها. طبعا ريحة طالعة عينيا مش مستحملة.
اسخن انا بسرعة عشان كمان عندي حساسية. طبعا كده 10 دقايق هسيبكم هنا. يا رب خرجنا من الظلمة الى النور يا حي يا قيوم. الموضوع هيطول معايا يا جماعة، فالفيديو ممكن هقعد انا بقى اكمل الحاجات دي كده اهي، وليس الحتة دي كده اهي. عايزة حتة اسمنت تليس بيه. هسيبكم بقى، ده انا اتخنقت. بصوا يا جماعة، يا ريت ويا ريت انا كنت عملتها من زمان. اي حد عنده منور يعمله بسيراميك عشان النظافة، عشان البكتيريا والفطريات والناموس والهاموش والحاجات دي، عشان يبقى سهل التنظيف. فاهميني؟ يبقى بسرعة كده سيراميك، اي نوع سيراميك، بس ما يكونش، ما يتسابش كده كده. طبعا الضر عايزة محارة جامدة، والهاموش والصراصير وكده، والارض زي ما قلت في البلاط اللي هو بتاع الحوش عليه طبقة اسمنت، فبتعمل كمان بتكون طبقة غنية ان يعشش فيها القرف ده، الحيوانات ده والهاموش والحاجات دي.